عندك كده حبايتين من البطاطس، هاتيهم وتعالي معايا. هنعملهم النهارده بطريقه مختلفه للولاد، هيحبوها جدا جدا وهيعشقوها من هنا ورايح. يلا بينا بس كده نسمي بالله ونصلي على رسول الله. ما تنسيش تشجعني بلايك وشير للفيديو يا قمر. اول حاجه هنا عندي كده حبايتين من البطاطس، خدتهم قشرتهم زي ما حضراتكم شفتوا كده، وبعد كده بدات ان انا اقطعهم مكعبات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تمام كده. عايزه اقولك الوصفه دي تقريبا كده يعني هيطلبوها منك كل يوم من جمالها. بعد كده بعد ما قطعتهم مكعبات هنزل في الحله كده، اخدهم بقى الاول اشطفهم شطفه تمام، وبعد كده هبدا اني انا اغطي البطاطس بالميه بالشكل ده. وبعد كده هاخدها بقى ارفعها على النار، بس قبل كده هحط كده شويه من الملح. تمام. حطيت كده عليها شويه من الملح، خدتها رفعتها على النار، مجرد ما استوت معايا زي ما انتم شايفين كده صفيتها كويس قوي من الميه اللي هي المغليه، وبعد كده بدات ان انا اهرسها زي ما انتم شايفين كده بهرسه البطاطس. لازم تستوي كويس قوي يا بنات علشان خاطر ما تبقاش فيها زي ما انتم شايفين كده يعني قطع صغيره من البطاطس. هنبهرها بقى هنا بايه؟ هنبهرها بشويه من الملح، شويه من البهارات. انا عندي هنا بهارات الفراخ عشان انا عايزه طعم البطاطس بتاعتي. تمام. حطيت كمان عشان اعزز طعم بهارات الفراخ، حطيت نص معلقه كده من اللي هي المرقه الفوريه. حطيت كده ربع معلقه صغيره بابريكا ورشه بسيطه قوي من الفلفل الاسود. وبعد كده هبدأ احط هنا معلقتين كبار هرميين، من معلقتين ل3 كده، حوالي ربع كوباية من النشا. وكمان نص معلقة صغيرة بصل بودر، ونص معلقة صغيرة من الثوم البودر. لو متاح، مش متاح خلاص. هعجنهم بقى كويس بايدي كويس قوي، وبعد كده هبدأ انزل هنا يا اما بمعلقة من الزبدة او مكعب من الزبدة، او بمعلقتين من الزيت زي ما انا عملت كده. تمام. عشان يعني يخلي العجينة تتلم معايا. هبدأ بقى كده امسكها في ايدي لحد لما الاقي بقت عجينة بطاطس في ايدي كده زي ما انتم شايفين اتلمت لكورة. هبدأ اشكلها لشكل كورة كده. بصوا العجينة بقت ناعمة جدا معايا ازاي وجميلة. هنا بقى عندي عجينة بطاطس مهروسة متطعمة ببهارات الفراخ، حاجة كده تحفة. تقدري ان انت تطعميها باي نوع بهارات انت عايزاه. في الاطعمة كمان اللي هي بتيجي جاهزة من بره، الجبن والحاجات دي ممكن تستخدمي اي نوع بهار في الوصفة دي، هيعجبك جدا. بعد كده هجيب كده معانا طبق ادهنه كده دهنه بالزيت، وبعد كده هنبدأ نشكل زي ما انتم شايفين كده البطاطس بتاعتي، اكنك بتشكلي عجينه بالظبط على كرات صغيره، بس تحاولي تخلي الكوره تكون سميكه شويه، يعني ما تدوسيش عليها قوي وما تبقاش رقيقه قوي. بصي انا بس يا دوبك ببططها بايدي، حاجه بسيطه جدا. ممكن تخليها كور مدوره، ما فيش اي مشكله. تخليها كده تكوريها على ايدك كور صغيره، مفيش مشكله. عايزه تديها كده تبطيطه بسيطه زي ما انا عملت كده برضو، خليها كده بس تخليها تخينه سميكه. تمام. طيب عندي هنا زيت ساخن على النار، هبدأ بقى انزل هنا بأقراص البطاطس بتاعتنا. عايزه اقول لكم يا بنات بجد خطيره خطيره خطيره، كريسبي وتحفه وحاجه كده هتشوفوها في الاخر بجد تحفه. هتبدأي هنا بقى تحمريها بالشكل ده زي ما انت شايفه كده. حاولي ان انت ما تكتريش في الطاسه عشان وانت بتقلبي لانها مهروسه، بتبقى ناعمه يعني ما تتهريش معاكي وانت بتقلبيها، فما تكتريش في الطاسه. كام واحده كده هي بتتحمر سريعا جدا، بدون بقى ولا بيض ولا بقسماط ولا الكلام ده. سهله قوي قوي، طريقه بطاطس سهله وبسيطه ومتطعمه للولاد، حاجه كده خطيره طعمها بجد تحفه. بس كده هتبداي بقى تحمري كل الكميه دي بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. طبعا شايفين حبايتين بس من البطاطس ما شاء الله عملوا معايا كميه حلوه جدا وكميه كبيره. تمام. هنبدا بقى هنا زي ما انتوا شايفين كده نقدمها بقى هنا مع كاتشب. عايزه اقول لكم خطيره خطيره، عامله زي الناجتس بالظبط اللي هي بتاعه الفراخ، بس دي بدون فراخ. يعني دي ناجتس بطاطس فعلا بس بدون فراخ، حاجه كده خطيره يا بنات. جربوا البطاطس بالطريقه دي غير الطريقه التقليديه الصوابع بقى والمهروسه العاديه والكلام ده للولاد. والبطاطس اللي هي الصينيه يعني دي طريقه حلوه تنفع بقى فطار عشاء وغدا كمان، والله متطعمه بقى بالبهارات اللي حاطينها تحفه. جربيها ان شاء الله هتعجبك جدا. اتمنى منك يا قمر تشجعيني بلايك وشير للفيديو.